بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. فضيحة في التحكيم المصري. استضافة أمس دكتور إيهاب الكومي الحكم السابق محمد فاروق. أنا طبعا ما كنتش بتفرج على البرامج الرياضية أغلبها يعني، ولكن بمر على القنوات كده، قلت جايز نشوف حاجة نستفيد منها. طبعا مفيش، لكن أثار انتباهي الدكتور إيهاب الكومي بيقول له اختار 3 حكام من مصر، من هما أحسن 3 حكام في مصر الحاليين اللي هما بيحكموا. للأسف لم يرد على هذا السؤال، ما اختارش ولا حكم، والحلقة موجودة امبارح على قناة صدى البلد. قال له لا، أنا اختار لك 3 حكام سابقين. يعني شوف، لما لدرجة ما رفض يختار أي حكم أو يختار 3 حكام زي ما قال، زي ما على أو رد على السؤال. قال له اختار أحسن 3 حكام. للأسف 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 ما جاوبش. دي ليه؟ ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ لحساب مين؟ لحساب مين؟ التحكيم المصري خلاص صفر، تحت الصفر، صفر المونديال اللي هو صفر التحكيم. لما نقدم على طلب للمونديال ما نحصلش على حتى صوت عربي واحد، واحنا رحنا صوتنا لقطر، صوتنا الدول العربية، واحنا ما خدناش ولا صوت عربي، خدنا صفر في المونديال. هكذا التحكيم المصري بلسانهم. محمد فاروق رفض يختار 3 حكام موجودين في الدوري المصري، رفض يختار او رفض يرد على سؤال طلب اختيار دكتور الكومي. قال له عايزين تقول لنا منهم احسن 3 حكام في الدوري المصري، والحلقة موجودة. لما نادي يختار حكم بمزاجه يقول لك ده ما يجيش، لا ده ما يخشليش ماتشات، ما يدريش ماتشات.